السلام عليكم. باش نحضروا لاجينواز ديالنا غناخذوا جوج ديال اصفر بيض وكاس الا ربع ديال السكر اللين، سكر كلاصي، خنيشه الفاني، وكنطربوه حتى كيولي على شكل كريمي. كنزيدوا عليهم كاس ديال الحليب، كاس الا ربع ديال الحليب، كنضيفوه بطريقه تدريجيه. كنطرب مزيان، كنزيد كاس الا ربع ديال الزيت، كنبقى نخلط بطريقه بشويه باش داك الزيت ما يطلعش لينا الفوق الكيك باش ينسجم معاه. كنخويه بطريقه تدريجيه، حنا كنخلطوا وحنا كنخويو الزيت. صافي كنستمر بهذه الطريقه. كناخذوا كاس ديال الدقيق مع معلقه ديال الكاكاو، كنغربلو صافي. كنخلط نخلط ضروري بالطرب باش كيحل لي داك التكتلات ديال الدقيق. كندير نزيد نص كاس ديال الدقيق مع شويه ديال الكاكاو باش نحصلوا على اللون. كنزيدوا عليه خنيشه وحده ديال الخميره، وكنزيدوا ربع من الاخرى. صافي كنغربل تاني، صافي كنخلط. بعد كناخذوا ابيض بيضتين اللي خدمنا بهم في الاول. كناخذوا الابيضين كنزيد عليهم 2 معالق ديال السكر. يمكن ما ديروش السكر، الا بغيتوا تطلعوا هاد الابيض بيضه طلعوه مزيان، ما ديروش ليه السكر، طلعوه بوحدو. كنزيد معلقه ديال الخل، كنزيد نضيف داك الخليط ديال ابيض بيضتين. ما نطلعهاش مزيان، يعني باقي خفيف، غادي نخفف به هذا الخليط. صافي كنخلطوا بالطريقه هذه حتى كنحصلوا على هذا القوام. يكون خفيف شي شويه ضروري باش كتجينا لاجينواز رقيقه وما كتجيش عفوا لاجينواز رقيقه وما كتجيش طالعه بزاف. كنوزعوا الخليط مزيان على صفحات الفرن باش كيجي شويه الحجم ديالو عريض وطويل، تكون رقيق، ما تطلعش لينا بزاف. الصفيحه ديال الفرن صراحه ما عرفتش شحال السنتيم اللي فيها، ولكن راها كتبان شويه كبيره على القياس ديال الفران. صافي كنضرب شويه بحال هكا باش كيجي العبار مقاد، باش ما تجيش منفوخه من جهه وجهه هابطه. بعد كندخلوها الفران، كنشعلوها من التحت وكنقصوا، والفوق لا. وكندوزو باش نحضروا لاكريم. عندي زلافونس ديال لاكريم، السكر حسب الذوق، وكنزيد عليه واحد الضانون ديال فلو كيعطي واحد النكهه زوينه. كنطرب مزيان لاكريم باش نطلعوه، ضروري يطلع لاكريم مزيان. بالنسبه لاكريم ديروه في مجمد حتى يبرد شي شويه، تيبدا يدخل فيه شويه بحال غيبدا يتجمد من الجوانب عفوا، وكنطلعوه كيجينا ساهل. لا وحتى داك الضانون هو كنديروه في مجمد. بعد ما كيبردوا مزيان كنجبدهم كنخدموا بهم. كناخذوا لي ديسير اللي غنستعملو لكم اختيار اللي عندكم زينوا به. هنا عندي البنان وشويه ديال العنب وشويه ديال واحد 2 خوخات، كديروا التفاح بلاصتو. صافي غنزين بداكشي اللي موفر، وممكن ديروا مكسرات اللي يعجبكم. لاجينواز بعد ما طابت قلبتها بالموس، لقيتها طايبه من الوسط. كنقلبها باش نزولوا ليها هذاك الورق ما حد باقا سخونه. كنقلبها في نفس الطاوه فاش طابت. صافي كنحيدوا الكارت غير بالطريقه، غير بشويه باش ما نهرسوهاش وباش ما نخسروش. كنحيدوا الجوانب بطبيعه الحال، كنخليوها حتى كتبرد شي شويه بعد ما كنقلبوها.
ما كنسقيوهاش ونخدمو بها وهي سخونه. كنحيد دوك الجوانب وكنسقيها. كنعاود نقلبها، كنديروا الوجه لتحت والقفا داك البلاصه اللي طابت عليها كنردوها هي الفوق. صافي كنسقيوها بالحليب وهي كما قلت خصها تكون ضروري بردات باش ما تخسرش لينا لاكريم وفي نفس الوقت ما تعجنش. سقيوها بالقهوه ولا اللي حبيت. بعد كنحطوا لاكريم ديالنا. خص ضروري يكون لاكريم يطلع مزيان. الا ما طلعتوش لاكريم مزيان خصها تتقلب، تبقى تطرف لاكريم حتى كتقلب الزلافه ديالو وما كيهبطش ما كيتحركش من بلاصتو. الا ما طلعش مزيان بعد ما كنحطوه الوسط نرولي عليه الكيك كيبدا بحال كيضعف ما كيبانش مزيان كيتمعك، خصو يبقى شاد في راسو. كنستفو داك لي ديسير ديالنا فوق لاكريم، كنديروا طبقه مزيانه ديال لاكريم كنعمرو شويه صافي وكندور. هاد اللعيبه ديال السوشي كتعاون شويه على التروليه، كتزير معايا كتعاون. صافي كيبقى لينا هاد الشيء اللي غيخرج لينا من الجنب كنجمعوه بهاد الطريقه هادي باش كيلصق، وكنزيرو شويه نقد الوزن ديالها باش ندخلوها تبرد. ضروري خصها تبرد. كنحطها في هاد الصفحه بحال ممكن كنقلبها باش كتكون الشكل ديالها متوازن. كندخلها المجمد كنخليها حتى كتمسك شي شويه كنخرجها وكنقضي بها كنكمل عليها. يمكن لكم تخليوها حتى ساعه في تبرد راه مزيانه باش ما تمسكات مزيان. انا ما خليتهاش بزاف. صافي كنقادها مزيان وكنحيدو داك الجوانب. كنزكيها مزيان وكنوجد لها الشوكولاط. بالنسبه للشوكولا البنات ديروا شويه ديال الحليب، تقريبا 4 كاس ديال الحليب مع واحد 8 ديال القطع ديال الشوكولا. انا كان نوع الشوكولاط اللي كنستعمل انا كالا، وكندوبوهم وكنخويهم على هذا الكيك. نزيدو عليهم شي مكسرات وكنخويهم على هذا الكيك باش كتجينا داك الشوكولاط زوين وما كيكونش قاصح. انا هنا درت غير الشوكولاط مع الزيت شويه قاصح شويه خاطر مزت عليه المكسرات، يعني زدت عليه الكاوكاو مطحون شي شويه يعني بحال غبره، يعني ماشي غبره ولكن بالنسبه للماكينه طحناتو ليا ماشي كيما ما حبيت، وخدت ليا الشوكولاط ماشي مشكل. المهم كما قلت لكم ديروا الحليب مع الشوكولا باش ملي ديروا المكسرات ما يجيش الشوكولاط خاطر بزاف. صافي ودخلتها حتى بردات. تبردات لينا الشوكولا وكنقدموها وكنديروا الشكل ديالها. كنتمنى يعجبكم وبالصحه والراحه.